ما شاء الله أخي الكريم على هذا السؤال الجميل والعميق، والذي يحتاج حياة كاملة للإجابة عليه. كربلاء، كربائل، كربلاها، كروالا، التي تعني في اللغة الآشورية لغة البداية المكان أو القلعة أو البيت المقدس، بيت الله على الأرض، المكان والله، الجسر بين الأرض والسماوات، حيث كانت تمارس طقوس الحزن منذ آلاف السنين. كانت تبكى العيون على دموزي الذي كان يموت ويتجدد مرة أخرى، وها اليوم تبكى العيون على الحسين عليه السلام الذي استشهد، ولكنه حي في القلوب ودخل التاريخ من أوسع أبوابه، رمز للضمير الحي والحق والعدالة والكرامة والإنسانية. كربلاء ليست مجرد قصة دينية، وإنما النقطة التي يلتقيان فيها الزمان والمكان، حيث يلتقي فيها آشور بعاشوراء ودموزي بالحسين عليه السلام. كربلاء مرآة لقداسة الكون على الأرض، حيث فيها تبكى العيون لتطهر القلوب والأرواح والنفس، وتفتح أبواب السماوات. من زرع الله حبه فيه توجه بقلبه إلى كربلاء، ونرجو أن يكون لنا رزق في زيارة الحسين عليه السلام. حبي لكم.